وها نحن ذا توقف او اول توقف دولي في الموسم الجديد. ازيك يا كابتن محمد؟ الحمد لله كله تمام. ايه الدنيا معاك؟ كله تمام. طبعا احنا هنا كان معانا الحاج هيما، بس هو طبعا للاسف غايب، فهو موجود معانا برضه. حاضر معانا بروح. هنا هنحط مونتاج يبقى حاضر معانا بروح. الراجل كان نفسه يجي يتكلم في حاجات كتير، هنتكلم احنا ما تقلقش، او احنا الاسبوع الجاي نهندل الدنيا عادي ولا يهمك يا كابتن هيما. تبدا بقى يا كابتن محمد، انا معاك في اي حاجه. صفقات الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي الاول ولا اسباني؟ اكيد انجليزي. 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 عندنا ايه في الدوري الانجليزي؟ عندك الليفر، ارسنال. بطل الدوري طبعا دول. نبدا ببطل الدوري. ايوه نبدا ببطل الدوري. ليفربول يا سيدي جابت اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم فلوريان فيرتس، صانع الالعاب الوهمي. براحتك، كل ده هنغوص فيه. كيركيز، ايوه فريمبونج، ومعلم اكتيكي، واخرهم كان ايزاك. وما يقدر على قدر ربنا وحسب الله ونعم الوكيل. طب ماشي. هجوم كاسح بدفاع. لو كان ماركو جوهي جه بدفاع 128. لو كان ماركو جوهي جه كنت اقول لك ان دفاع الليفر نوعا ما كان هيبقى ايه؟ واقف على رجليه اصلا. واقف على رجليه. وفي جوفاني ليوني. وجوفاني ليوني مواهب على الرادار. انت لو بتبص على مواهب على الرادار كنت هتعرف حاجات كتير، بس انت ما بتتابعش مواهب على الرادار للاسف. اخس. خلاص مش مشكله، هيبقى يبص عليها ولا يا مونتاج. فلو كان جويه جه كنت هقدر اقول لك ان بقى في ليفر شبه التكامل اللي عند ارسنال، مش التكامل كله، لان انت عندك برضو حوار الباكين اللي دي نقطه ضعف. ان هم على مستوى الدفاع هيبقوا شوارع وفنادين يعني. فانت شايف الليفر هيبقى كاسحه الغام هجوميا. طب بس عايز اقول لك على حاجه، المونتاج بيقول لك ان ايزاك مش هينجح مع الليفر. معلش حصل الكلام ده؟ ليه؟ توقع. طب انت قول لي ايه؟ فتحوا التيت. تسمح لي اول حاجه فتحوا التيت. كلمه من 3 4 حروف كده. فقول لي رايك في الصفقات عامه. لا اكيد طبعا ايزاك يعني خلاص، ما اللي ناقصهم بس المشكله مش في ايزاك، المشكله في الوقف. المشكله اللي واقف على الخط بره الراجل البركه الدجال الجديد. ما هي ماشيه براكوي، ممكن تكمل مع ايزاك. ممكن تكمل، ما كده هينجح. ما اعرفش ليه مش هينجح يعني. تحتيها هيبقى انت خد بالك، انت هتفتقد صلاح في افريقيا. بالظبط ماشي. هل ده يدي مثلا مساحه اكتر لفيرتس مثلا لو هيتحرك على اليمين؟ لا انا اشوف ان هو هيدي مساحه اكتر لاسمه ده كتيكي، لان هو اكيد طبعا ايزاك جه فهو اللي هياخد المكان ده اكيد طبيعي يعني. ماشي، فهو المساحه اكبر هتتاخد لكتيكي في غياب صلاح. ده وجهه نظر. يعني ايزاك صفقه ناجحه بكل المقاييس. لا اتوقع هتنجح، هو لسه ما عملش حاجه عشان نقول نجحت ولا لا. اتوقع هتنجح، النسبه اكبر انها تنجح. لو ما نجحتش هيبقى المونتاج عبد الرحمن عنده حق. ساعتها مش هيسيبنا. ماشي. في حاجه هقول حاجه تاني في الليفر. شايف ان نبص على شكل المنافسه، الليفر مفنشه قبل التوقف الدولي. اول الدوري العلامه كام؟ 9 نقط من 3 ماتشات. هتكمل ولا ممكن تقع؟ والله ورقه وقلم ولا باللي بنشوفه؟ لا ما ورقه وقلم. لا ورقه وقلم هو ما كانش يكسب اصلا. ماشي. وكسب ما دي مشكله. خلاص يا نيوكاسلاوي بقى، خلاص انت زعلان على ايزاك. انا ماشي. هنجيب الفاريز ان شاء الله الموسم الجاي يا عم اللي انت شايفه. ان شاء الله. ممكن وسع ينفجر، الله اعلم. هو كده الشيء تحفه. الحمد لله. طب ماشي. هو مين تاني؟ نشوف ارسنال. عندك يا سيدي جيوكيريس، زوبيميندي، مادويكي، موسكيرا. انا شايف ان موسكيرا ده هيكون ايزي. موسكيرا هيبقى في الدفاع يدي تقل اكتر. هو كده هيبقى مهم، لان صليبه مثلا وقع الماتش اللي فات، موسكيرا نزل. اما الماتش بالنسبه لنا اول ماتش ليه في انفيلد قدام ليفربول، لا ممتاز. انت فاهم؟ احسن ما يبقى نقطه ضعف. بس هو فعلا كان كويس. وجيوكيريس يعني انا مش فاهم ارتيتا، يعني انت جاب طالما انت هتلعب بالتحفظ الدفاعي ده، جاب جيوكيريس تعمل بيه ايه؟ انا مش فاهم. جيوكيريس الماتش اللي فات حرفيا كان عمال يعني هيبقى يعني انت شايف ان طريقه اللعب هي اللي ظلمته؟ ايوه هو ده عامل زي هالاند. جيوكيريس ده هالاند، هتدي له فرص هيديك اهداف.
هتفضل المفروض إن- مهاجم المحطه كده بس. المفروض ان انت مع اللي تحتيه اصلا هيساعدوه. ماشي، ما هو اللي طريقة تحتيه اللعب. ماشي، ما هو اللي تحتيه مين؟ ما انت شفت مثلا الماتش اللي فات، لعب بميرينو وديكلان رايس وزوبيميندي، مين هيدور اللعب ويعمل كده؟ هو قعد اوديجارد ومبريتش ايزي برضه. يعني هو أنا حتى المشكله ان هو الشوط الثاني لما نزله في ماتش ليفربول برضه فدا على السيستم الدفاعي، ما عملش اي حاجه، لا ولا كاننا عملنا اي حاجه بس. يعني طب اسالك برضو سؤال قبل ما نشيل ارسنال. يعني ارتيتا انت شايفه كان خليفه واخد- ديجو سيميوني. لا انت والله. شايف ان هو كان واخد ايه؟ اكبر من حجمه مثلا؟ ان هو خليفه جوارديولا والحاجات دي؟ اكيد طبعا، هو اخر خليفه جردة في اللبس، في ستايل المهاجم، لا معلش. في القرعه ماشي، انما في هو- اللعب هو ما احنا كده بنهزر يعني. هو ممكن انت شايف ان عنده فرع وراثه؟ لا ممكن يشيلها موسى عادي يعني، ما هو لازم يبقى كده. جوارديولا كان عنده شعر عادي. بلاش تنمر بقى. ماشي. الصراع الوراثي مبهدل الدنيا مونتاج. ماشي ندخل ماشي. على تشيلسي. تشيلسي. تشيلسي اللي انا معجب بيهم جدا. هم كمان. انت كمان؟ ماشي لا هم مشينا. ماشي يا سيدي. تشيلسي جواو بيدرو ستيفاو. ستيفاو مواهب على الرادار ثاني مره. انا مش هتكلم. مش هنتكلم. ليام ديلاب. اه جوريل هاتو مواهب على الرادار. ثالث مره. حر بقى، شوف متراكم عليك كتير. مين تاني جاي في تشيلسي تقريبا؟ وفي مدافع تقريبا مامادو سار تقريبا، ده مدافع، بس احنا بنتكلم على الابرز. وفي طبعا رحيل نيكولاس جاكسون. ده خازوق اللي دول اداره الباير. وبايرن ما شاء الله حرفيا. اكبر مغفلين السوق واستلمته. وجرناتشو 7 مواسم قعد استعباد دكه تشيلسي الدنيا. ما شاء الله ها هتفرق اكتر. ما شاء الله يعني. جرناتشو يا يونايتد. تلاقيهم بيأجروا قطر مخصوص يروحوا بال اه في جيتنس. جيتنس ده لاعب. الواد الوينج ده مش عارف جيتنس ده ولا جيتنز بتاع دورتموند. يعني مش فاهم يعني ليه ما ياخدوش الدوري؟ تشيلسي بالموضوع والله بجد ياخدوا 2 دوري مش دوري واحد. ياخدوا 2 دوري في سنتين. يمكن لسه الدوري لسه في اوله، ممكن يمكن يمكن بس يعني بس لسه ماريسكا عاوز شويه يعني. غير كده هو اصلا يعني نادي تشيلسي نادي بطوله اكتر منه دوري، اللي هو كاس اكتر منه دوري. ايوه، اللي هو النفس القصير زي كاس العالم. زي كاس العالم ده. لعب الماتش بماتش والحاجات دي. هو اغلب الفرق كانت فرق من البرازيل. ف بس. هو عارفين هي بالظبط. ماشي. غير تشيلسي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي. ايات نوري، ريان شرقي، تيجانا ريندرز. ريندرز، دوناروما، جيمس جيجي دوناروما. خير ماله. هيبقى هيدي ثقل اكتر للسيتي، خصوصا ان هو هيشيل الفريق. يعني انت اخطاء حراس المرمى في السيتي هي ترافورد في الماتش اللي فات شال كتير، تمام بالظبط. بس دوناروما هيبقى اكبر بالظبط. وخصوصا والله هو الناجح. ماشي، هو في بس يعني نقطه بس، هو دوناروما هيبقى كويس معاك جدا في الماتشات اللي انت تستقبل فيها لاعب، انت هتضغط عليك وهيبقى جاي عليك مثلا مرتدات فهيشيل كور. انما مثلا النقطه اللي هو ايه يعني هتبني لعبه من تحت، وهو شغل جوارديولا. شوف بتاع ديرسون ماشي عنده 6 اسيست في الدوري الانجليزي، ماشي راح في نوربخش سنه ماشي ومعاه 6 اسيست في الدوري الانجليزي، اكتر حارس عامل اسيستات. ما اعتقدش ان دي حاجه بيتميز بيها دوناروما ولا حتى ترافورد السنه اللي فاتت واخد احسن حارس في الشامبيونشيب مع صاعد مع بيرلي. طب ممكن يبقى جوارديولا مثلا هيغير طريقه لعبه مثلا، او هيحاول يأيف والله ما يعني على دوناروما الطريقه دي. هو هو المفروض، هو على الورق المفروض يغير فعلا. حتى جاب المساعد اللي كان مع يورجن كلوب، يعني مش فاكر اسمه تفتكر اسمه؟ بيب ليندرز. مش محتاجينها خلاص يعني. بيب ليندرز اللي هو شغل اللعب المباشر، اللعب العمودي اللي هو راح على الجون ايام الكارلو. يا عم معلش الانشيكلوت. ولكن يعني كاداء يعني لسه اللعيبه لسه التوليفه ما مشيتش لسه. غير كده زي ما قلت المره اللي فاتت، يعني مانشستر سيتي مش حمل ان هو يلعب فريق كبير ويبقى يعني مش دي النسخه اللي يبقى ند مع فريق كبير في ارض الملعب. لسه اللي هو ايه واحده واحده واحده. طب رحيل قائد من القائدين السيتي جوندوجان. إدرسون ماشي، هنتكلم على جوندوجان دلوقتي. هو في ظل زحمه نص الملعب انت جوندوجان انا شايف ان هو كان انسب واحد يخرج. كان في مفاضله ما بين يحاول يعوضوا بكمية لعيبه. دي بروين مش حمل سرعه الدوري الانجليزي. خلي بالك لا
لا هيلعب لك على ماشي هينفجر في الدوري الايطالي، ده هيبقى الدوري اتوقع الايطالي هيبقى ماشي معاه حلو بالظبط، هينفجر عادي. هيبقى قدامه لوكاكو، انما الدوري الانجليزي ما هو دلوقتي الاثنين مع بعض. انما الدوري الانجليزي ما تقيل عليه شويه في السن ده، هي دي الفكره. بس كده يعني السيتي، طب شايف السيتي هيبقى مستواه ازاي بعد التوقف الدوري؟ مستواه المفروض بقى يرجع. يعني المفروض توقف الدوري انت لا انت عندك اول ماتش بعد توقف الدوري اليونايتد. يا يونايتد في الاتحاد صح؟ يونايتد في الاتحاد. فاكر الستة العيان والميت. طب ماشي لا يعني لا خلينا العيان والميت برضه عادي. لما ينزل يدكك هناك في الاتحاد ايه بقى؟ ماشي طبعا احنا خدنا بريك سنه بس كده عشان الشاي خلص للاسف، فهنكمل تاني مع مانشستر يونايتد لاجل عيونه، والله لاجل عيون المونتاج حاج عبد الرحمن، عشان احنا شايفين عيونه وانت مش شايف. هتشوفها هو لو يجي بس، يعني لو تيجي نخش في الموضوع على طول. مانشستر يونايتد جاب كل من كونيا، الواد اللي هو محمد عبد العاطي بتاع برينتفورد، ومين تاني؟ سيسكو، في حد سين تاني إليمنتس الحارس وليون، ده لعب 18 سنه بس في الفريق الاول. نركنه بس ده دلوقتي، خلينا في الناس لا بس بيلعب، احنا عايزين مهمين. وفي مين اللي مشي؟ ليندلوف مشي تقريبا. لا هو في كتير مشوا، اللي انت خرجت 6 لعيبه من ضمن الرواتب الكتيره اصلا. ما كويس. طبعا خرجت سانشو ونصبت على استون فيلا بعد ما قلت له انت هتاخد ايميليانو مارتينيز ومشيت جرناتشو 50 مليون. انتوني ب 25 مليون مع 50% يعني بيع. وهويلاند 50 مليون برضو. تمام انا بشوف دي اسعار كويسه جدا ماشي وهتستفاد. غير راشفورد اللي رايح غير راشفورد اللي رايح تمام. مهما كان راشفورد هو مش مأدي مع برشلونه اصلا، بس في برشلونه هنرجع تاني، بس في لحظه ما راشفورد هو كده بيفيد اليونايتد في ايا كان ايه الوقت. تمام ماديا بيفيد اليونايتد، ده طبيعي جدا. 5 مليون لو ادى كويس برشلونه هتشتريه، وانا اتمنى 40 مليون ولاعب طلع من عندي من الاكاديميه، وانا المستفيد بكل فلوس بيدفع حرفيا. زائد كمان راتبه الكبير تقريبا 280,000 او 250,000، فده من اعلى لعيبه الدوري. تمام خلصت من راتب كبير جدا جدا جدا، خصوصا الموسم ده اما انا اخرج ناس كده ناقص لي اللي هم يخرجوا. كازيميرو وده متوقع، كازيميرو متوقع ان الموسم الجاي خلاص في السعوديه، وبرونو فرنانديز وهو كمان رايح السعوديه في الموسم الجاي. مش هتزعل على برونو؟ لا خلاص هو جاب اخره 30 سنه هو قد ما شافش همه. تمام مودريتش 40 سنه وراح الميلان، ما هو لسه عايزينه. هنرجع للنقطه الثانيه بتاعت الصفقات اللي اليونايتد جايباها. على اليونايتد لعب 4 مباريات لحد دلوقتي، مثلا لعب مع ارسنال، عمل ماتش كويس، لعب مع ارسنال ولعب مع بيرلي وفولهام، والفريق اللي هو جمبري طازه ده الفريق اللي احنا لعبناه خسرنا منه في ملعبهم ده. على حسب الثلاث ماتشات بتوع الدوري، فاليونايتد عامل موسم كويس في البدايه، في سوء توفيق، في نحس بطريقه غريبه، في اخطاء من الحراس، وده اللي ادت اللي انت تجيب سين إليمنتس وهو لسه صغير 23 سنه. بص اي حد هيجي مكانه قلنا هنسوق شويه. لسه سامع احصائيه اصلا اللي كان الموسم اللي فات المتوقع اهداف تخش في اونانا كان 44 ونص. دخل في 44 صد نص جول على رأي ممدوح نصر الله صد نص جول. سين إليمنتس 45 جول دخل فيه 32، فحرفيا هي نقله نوعيه. الحاجه الوحيده اللي هتكون سيئه في يونايتد الفتره على مدار الموسم النقطه اللي انت ما عندكش ارتكاز، وجارتي عامل بدايه موسم ولا اسوأ، كازيميرو بيحاول على قد سنه تمام، برونو لسه بيحاول يجيب فورمه، سيسكو الصفقه اللي انا مش فاهمها انت جبتها ليه؟ طالما انت عايز مهاجم ينزل لك لتحت ويحرك لك لعب عشان تدخل برونو وكونيا، ايه دي النقطه. وكنت تشتري بنفس ال 80 مليون برضو اللي انت جايب بهم سيسكو، ولاعيب صغير نفس برضو سيسكو. بس النقطه في حاجه، انت جايب سيسكو ما بتلعبوش عرضيات، سيسكو ما بينزلش لتحت، سيسكو مهاجم اللي هو سيسكو
شويط بطريقه بشعه، تمام؟ شيخ طويل وسريع وطويل، فانت ما بتستغلش الحاجات دي، تمام؟ هو مش عامل زي جوكريس، مش عامل زي هالاند، مش عامل زي ايزاك، لا هو حاجه بروفايل مختلف عنهم شويه. الفاريز بس بمقاومات هالاند بالظبط. او ايزاك. فانت كنت محتاج لاعب، انت كنت محتاج لعيب عامل مثلا زي جريزمان حرفيا، الفاريز، تمام؟ يوان ويسا اللي هو لسه رايح نيوكاسل، لعيب يقدر ينزل لتحت ويطلع لك الاثنين زي كونيا ومبويمو. بداية موسم فبداية موسم بس اصابة خفيفة يعني مش هيطول، يرجع على ماتش السيتي. لا اصلا الفترة الجاية اليونايتد داخل على ماتشات تقيلة اصلا، عنده السيتي في الاتحاد، حتى لو مش تقيلة ما توقعش هنعمل اداء على الاقل زي ماتش ارسنال، تمام؟ زي ماتش ارسنال ما بتخسر، هو في سوء توفيق بس بتخسر، تمام؟ ما انت سوء توفيق مش هتاخد عليه نقط، معلش ما اعرفش بقى، بس المهم ان انا لا اداء في الملعب. انا الموسم اللي فات ما كنتش شايف اداء ولا لعب ولا مكسب ولا اي حاجه حرفيا. فالنقطه في حاجه، النقطه في اللي انت لازم اللعيبه دي تسترجل، وزي ما امري قال في الاول، انا مش عايز لعيبه تيجي عشان نروح دوري ابطال، انا عايز لعيبه تيجي لليونايتد عشان الفريق، تمام؟ عشان اليونايتد، مش تيجي كفلوس. عشان كده سيسكو ساب نيوكاسل بفلوسها، تمام؟ وجه اليونايتد. كونيا نفس هذا الحال، مبويمو نفس هذا الحال، دول لعيبه عايزه اليونايتد وعاملين اداء كويس الى حد، عاملين اداء كويس، مش نفس مستواهم المواسم اللي فاتت، لا بس هيعلو، بس هيعلو، تمام؟ ولسه سيسكو هياخد. انا ما كنتش حابب ان هويلاند يمشي، تمام؟ حاسه لاعب اتظلم، عمل موسم اول كويس، الموسم الثاني اللعيبه كلها ادت وحش، بس هو مش مقتنع، تمام؟ كسبت فيه 50 مليون، ده هيفيدك اكتر ان انت تحاول على قد ما تقدر لحد يناير تجيب لك ارتكاز، اعاره على الاقل. هو مين اللي موجودين دلوقتي؟ ما اعرفش، بس تجيب لك اي حد. محدش واخد باله من الاسطوره النيوكاسلاويه برونو جيمارايش؟ لا طبعا برونو جيمارايش انت عشان تخش الجوه تتفرج اقل حاجه 60 70 مليون. مال عليه هيزعل جدا، اقل حاجه مثلا بقول لك اقل حاجه، تمام؟ فالنقطه اللي انت كده تضحك عليهم 60 فالنقطه اللي انت لازم تغطي التغطيه دي كلها. بس انت هتزعل كده لو انا عادي وانا اللي اخد الفلوس. لا هتزعل برونو جيمارايش يعني لما بلاقي نسبه واحده خالص. زي ما بقول لك في النقطه اللي انت فالنقطه اللي انت تغطي الثغره دي. طبعا اوجارتي غير مفيد حرفيا، مش عامل اداء كويس. اللي عامل اداء كويس يعني انا متفائل جدا بلين يورو، تمام؟ عامل اداء كويس جدا. دورجو مع ان انا بحسه مرووش شويه بس يجي منه، تمام؟ بس فهو دي النقطه الوحيده في اليونايتد لازم تتصحح على الاقل، لازم ارتكاز. طبعا الموسم اللي جاي هتلاقي صفقات تيجي احسن واحسن، اكيد في لعيبه هتخرج. يعني انت برونو اصلا لو خرج من اليونايتد بنسبه كبيره هيدخلك اكتر من 90 100 مليون هيدخلون. فانت توقع 100 مليون جايين في لاعب انت اصلا كنت مشتريه في 2018 ب 75 80 مليون، فانت كسبان فيه. كازيميرو هيخرج ب 40 برضه نفس الحاله، هيروح النصر، السعوديه كده بتدفع. فانت في لحظه ما انت بقى عندك صافي اصلا غير اللي انت هتدفعه 140 مليون، غير الصفقات اللي هتخرج. لو راشفورد اتباع مع سانشو اللي هو كده هيخرج مع تاني مالاسيا، تمام؟ فانت حرفيا الموسم ده انت مقدم موسم كويس جدا كترحيل لعيبه وكان ضمان لعيبه. انت ضمان لي لعيبه، انت غيرت لي خط هجوم كامل، تمام؟ مستفاد من جرناتشو من خروجه، مستفاد من انتوني، مستفاد من راشفورد، مستفاد من هويلاند، كل حاجه معاك لعيبه، تمام؟ بقى عندك تمام؟ يعني شويه لعيبه، تمام؟ عندك امال ديالو، عندك كونيا، مبويمو، سيسكو، زيركزي، برونو، تحس ان بقى عندك شويه، تمام؟ مشيت لعيبه مهمه، تمام؟ بس هتعوضهم. ولسه المواسم جايه دلوقتي مش هيجهز في خلال سنه ولا سنتين، محتاج اكتر. وفي كلام على اللي هو الموسم 2028 ده ان ده تقريبا المئويه بتاعت اليونايتد تقريبا على مدى علمي، يعني ان هو المفروض هياخدوا الدوري. انا اتمنى يطبخوه مع بعض ويدوك الدوري. ما اعرفش بقى اللي هيحصل بقى، ما اعرفش ايه اللي هيحصل، بس هو تقريبا اللي هيحصل في اليونايتد. واتمنى بس الموسم ده هم حاطين تارجت ان احنا نوصل دوري ابطال من ضمن الخمسه. فاهم؟ هيتحقق، ممكن يتحقق، فاهم؟ بس بشروط على الاقل، بشروط
الفرق كلها واقعه. ده حاليا ده من وجهه نظري. ارسنال واقعه، ليفربول واقعه، تشيلسي واقعه، السيتي واقعه، توتنهام كانت فاقعه اول ماتشين وجت بورنموث. راول عامل شغل جامد الصراحه حرفيا مش واخد حقه. مش واخد حقه جدا، مع ان توقف الدفاع اتسرع. ايوه زبراني ده ايوه راح باريس وهويسن وكيركيز. فانت حتى الحارس كيبا راح ارسنال ده. فهو ده وجهه نظري في اليونايتد. وبرضه حابب اعرف وجهه نظركم انتوا الاثنين برضه، بس حاجه بصراحه طولت زياده عن اللزوم. براحتك انت ما جيتش ليه هنا طالما انت تعالى هنا عادي بقى، ما انا في اليونايتد بس بحب اتكلم. تمام كنت تيجي هنا اوسع لك المكان. لا مش بتاعتي. قول وجهه نظركم برضه حابب اعرف. والله يعني وجهه نظر انا شايف حاجه اسمها هو المفروض ان اساسا التعاقدات دي تمت، لان السنه اللي فاتت امورين كان شايف ان الفريق بيعمل فرص ولكن بتترجم لاهداف. اساس تعاقد اليونايتد اصلا مع مبويم وكونيا ان دول اكتر لعيبه بتترجم الفرص لاهداف. اساسا يعني كونيا كان الاكس جي بتاعه المفروض يجيب 9 اهداف وجاب 15 جون تقريبا حاجه زي كده، ونفس الكلام على مبويم، فعشان كده اتعاقد معاهم. فانت المفروض الفرص اللي انت بتصنعها المفروض دي جوان، ترجمها جوان. هل ده اتطبق؟ ده اتحقق؟ ما اتطبقش اكيد. بس في ماتش بيرنلي اللي فات ده الجون فاضي، اماني ديالو شاطها بره، وده يدل على شيء ان انتوا دي احسن. لا معلش فنقفل صفحه انجلترا خلاص، مفيش حاجه تاني. في نيوكاسل صح نيوكاسل محمد علي، وفي توتنهام كمان. انت عايز تتكلم على توتنهام؟ اكيد طبعا، عاملين موسم انتقالات جامد. الاسطوره كولو مواني راح عمي. انا بالنسبه لي اهم صفقه في الموسم ده الاسطوره كولو مواني راح نيوكاسل. بس عايز اقول حاجه برضو، لو هتبداوا تتكلموا عن مين مثلا؟ انا عايز نيوكاسل. خش على نيوكاسل. ماشي نيوكاسل. ايوان ويسا، فولتماد. ويسا ب 55 مليون وإيلانجا ب 55 مليون فولتماد رابع مره ما هي على ب 94 مليون. نحيي احمد ابراهيم برضو. هو مكانه يسكر. فولتماد 95 مليون. هو حرفيا نيوكاسل بقى بيلملم من ساعه ما بعد ماتش ليفربول بكميه الفرص اللي انتو جوردن ضيعها لما لعب هو مهاجم. فاللي هو بقى عايز اي مهاجم ينقذ بيه الدنيا، لان مش ايزاك بس اللي مشي، ده كالوم ويلسون المهاجم اللي حته كمان مشي، فعوضوا باثنين مهاجمين هو ويسا وفولتمان. وزي ما قلت المره اللي فاتت اتوقع برضو يعني يتعاقدوا مع الباريس عادي جدا، ده رايي. وإيلانجا طبعا دي تقولي برضو في الناحيه اليمين مكان ميجيل الميرون، هو اللي عامل اداء كويس، ورامز دي الحارس احتياطي كويس لبوب. بس ده اللي انا شايفه في. طب انت وجهه نظرك برضو يعني ده هيساعد نيوكاسل مع نيوكاسل على مدار هيساعدها؟ لانهم مقدمين بدايه مش كويسه، بس كاداء ما بتتحسب الاداء. لا هو الاداء ظهر بس في ماتش ليفربول ماشي. لا وماتش استون فيلا برضه كانوا عاملين فرص كتير برضه بسبب جوردن. ما فيش مهاجم. هي بالنسبه لي فتره توقف دولي مفيده لكل الفرق. ايوه ان كل الفرق تبتدي تراجع، حرفيا مفيده لكل الفرق، تصلح اللي عندها. حتى ليفربول اللي كسبان يأقلم نفسه ويزود اكتر مع وجود ايزاك والفرص اللي المفروض هتتصنع له بالظبط الحاجات دي. مش هتكلم عن توتنهام خلاص. كل مواني الف مبروك ده غير كل مواني. شافي سيمون انا شايفها صفقه صراحه، انا شايفها صفقه جامده قوي. هي مش صفقه جامده، هو تعويض لماديسون من الاصابات بس. لا بس هي صفقه جامده. لا هو عشان ماديسون مصاب كتير. ده ماديسون اصلا اتصاب في اول اخر ماتش في البري سيزون. ايوه صليبي فقال لك هنعمل ايه لما حاولوا يجيبوا ريتش ايزي راح ارسنال، فراحوا نامين تشافي سيمون. بس ده مركز وده مركز. لا تشافي سيمون صانع العاب. ماشي هو ايزي وينج. لا ايزي صانع العاب، بيلعب صانع العاب، صانع العاب في الاصل. بس لا هو في العموم هيلعب مع ارسنال وينج. ماشي كان هيبقى مكان ماديسون. وقدوس طبعا محمد قدوس ما شاء الله عليه يعني. وفي باليبا باليني نص ملعب. هيدي نص ملعب برضه تقل في نص الملعب. بالظبط. عندهم خط دفاع رخم بصراحه. تحس ان هو عامل عيال فحول. فحتاجيه حرفيا. بيدرو جور ده زي نص ملعب نيوكاسل برضه اللي هو تونالي جوارينتون جماريش. ما اعرفش بيدرو هيحل معاهم ازاي بس يعني والله. الماتش هيبقى في سان جيمس بارك. كل خير يعني. طبعا بقى في صفقات برضه حصلت كده في انجلترا، ماشي 60 لازمه الحمد لله. زي سانشو
ده جربوع. راح استون فيلا بتلملم حاجات اليونايتد، بتلملم. لا هو تقريبا عنده مشكله في لعب المال النظيف تقريبا، فبيهم جابوا ليندلوف وهارفي إليوت وسانشو. باريس هم اللي هيلبسوهم في الاخر، انت كنت بتلبسهم كتير. باريس سان جيرمان تقريبا عمل قصب بقصب، دوناروما مشي جاب شوفاليه، وانه زبراني ده اللي هو المدافع، وفي موهبه تونسيه هناك اسمه خليل حاجه تقريبا، انا مش فاكر اسمه، بس هو تونسي 19 سنه، ممكن نبقى نعمله في موهبه على الرادار مع القائد العظيم هيعملها. بايرن ميونخ لويس زياد، بايرن ميونخ جبنا مغفلين السوق، لويس دياز، نيكولاس جاكسون، جوناثان تا لا جوناثان تا ماشي، لكن لويس دياز والثاني ده نيكولاس جاكسون الخازوق. انتوا بتتكلموا في ايه؟ نيكولاس جاكسون لما ما رضاش يرجع يا عم انا عايز اقول حاجه، انا مش مقتنع بنقطه ان نيكولاس جاكسون ب 100 مليون، هاري كين مش ب 90. ده هيبقى 77 مليون، هاري كين ب 90 مليون هيبقى يا ابني. ايه 15 مليون اعاره؟ ليه 15 مليون اعاره؟ ليه؟ و 60 مليون لا 85 مليون شراء و15 مليون اعاره. انا قرأت لا ده كلام جديد بقى. لما هو ما رضاش يرجع قال له طب خلاص خليك، بس اعرف ب 16 مليون وعد الزام السنه الجايه تشتري 61 مليون، مع ال 16 بقت كام؟ 77 مليون. انا شفتها 85 في الاول. طب ادينا لي 85؟ المفروض يزودوا اكتر يا ابني. انا قرأتها على فابريسيو 85 زائد 15 اعاره. لا انا يا جدعان كتير قوي 100 مليون في لاعب زي ده. استنى، واحنا مغفلين السوق، قلنا خليناه ب 60 و16 تقريبا 85. لا هي 85 واعاره 15 مليون. لا ما اعرفش، بس اعتقد ان ايا كان ما يدفعش فيه برضه نص المبلغ ولا 50 مليون حتى. بقول لكم ولا 40 مليون. هو هويلاند والله احسن منه والله. شوف يعني نجاح لاداره تشيلسي اكيد طبعا. هم على فكره تشيلسي اصلا عامله موسم، هم خرجوا لعيبه نفقات كويس، بتلم الفلوس بيهم. واحد عايز اقول لك على حاجه، ان هم صارفين 600 مليون في الموسم ده والصفقات بس، ومدخلين قصد صفقات 600 مليون. بايعين قصد صفقات ب 600 مليون، بايعين كذا، وجايبين صفقات ب 400. يعني هم صافي ربح 200 وحاجه. ايوه فده كتير قوي بالنسبه لتشيلسي. عامل موسم بصراحه ماشي، وده كويس بالنسبه لتشيلسي بعد ما كانت خرباها خالص يعني. ريال مدريد كفايه صفحه انجلترا، اقفل بقى كده على انجلترا، في انجلترا وبايرن كفايه التخفيل والمغفلين. ريال مدريد نخش على ريال مدريد. خلينا في برشلونه، ليه ما فيهاش كلام كتير. هم حارس وما اعرفش مين اسمه، روني بردغي بردغجي ضحك، وجارسيا وراشفورد. طب استنى اقول لك بقى على حاجه، بما انك محب لبرشلونه، تمام، محب لبرشلونه مش مشجع، خلاص حلوه دي. فان رافينيا مش مفيش حاجه معاه في اول الموسم. ليه راشفورد ما يبقاش هو الاساسي، هو اللي راشفورد مش واخد، اعتقد مش واخد حساسيه الماتشات زي ماشي. شايف ان رافينيا مش ماشيه معاه، طب ما نجرب راشفورد. مش ماشي معاه، هو الفريق في ما كانش كويس في اول 3 ماتشات. ضربه الجزاء معلش يعني بتاعت لامين يامال، ما فيش فار، معلش يعني. هو انت كلاعب خدت ضربه جزاء ومفيش فار، هتلوم على اللاعب؟ لا معلش، مع التحكيم بقى، معلش. طب يا عم ماشي تحكيم، اهلا وسهلا، ماشي يا عم. برشلونه دي اكتر حاجه، هي جابوا حارس هوان جارسيا ولعب ماتش كويس. خلاص ده يعني ده دوري خارج بالنقطه من الملعب. كان ولا جاب النقطه برشلونه؟ هو جاب النقطه حرفيا. ريال مدريد بقى، عندنا بسم الله الرحمن الرحيم هويسن، ارنولد، كاريرس، وماستانتونو، الاسم الجميل ده، فرانكو ماستانتونو. والله انا شايف ان في ظل ان دفاع ريال مدريد اصلا كلهم كبار، وغير ان ميليتاو جاي من اصابه كبيره، ان انت تجدد دماغك بهويسن دي حاجه كويسه. ده غير ان امكانيات هويسن اصلا في الخروج بالكوره، في الضغط، ان هو يلعب تحت الضغط. فانا شايف ان دي مهمه جدا، ان هي تدي تقل لدفاع ريال مدريد، خصوصا ان انت عندك عاهات. يعني دي حاجه ثانيه. كاريراس انا شايف ان ده يعني انت بتدعم الحته دي، وخصوصا انت ما كانش عندك باك شمال، معلش يعني. مين دي كنا بنقول بقى حلو دفاعيا، حلو دلوقتي لا بقى دفاع تبع اليونايتد. بس بقى مغرقينكم خيركم علينا، ده حبايب ولاد عم ايه.
يوم انت تدينا كاريراس، انا اديك كازيميرو وهي ماشيه يعني. انت تديهم كريستيانو 90 مليون بس بقى يا عم كمان شفت يا عم بقى. فكاريراس يعني ايه؟ اولا هو في منظومه الونسو هيكون مفيد، ان هو اولا عقلاني معلش يعني بيتصرف صح على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي. شفت الكره اللي شالها من على خط الجول بوعي، ان هو راجع خطوتين لورا، المهاجم نفسه خرج بره الحته دي. فدي حلو، صفقه كويسه. عندك مين تاني؟ قلنا ارنولد. انت عارف احلى حاجه في ميزه في ارنولد ان هو بيلعب الكرات العاليه سنه عليه. فدي مع امبابي بتلمك لعب حلو قوي، وعامه مع خط الهجوم والله يعني مش عامل. لا مع امبابي يعني هو بيلينجهام مصاب صح؟ لسه العمل بتاع كتفه. شفت الجول اللي جه اوف سايد بتاع امبابي؟ انت شفته؟ انا شفته. هو تقريبا كان من اساس كان ارنولد لعب له الطويله يعني تقريبا التسلل مش عارف على ايه. بس انا سامع نقطه ان ارنولد مش مفيد من حيث يعني في ضغط محطوط عليه زياده عن اللزوم. وكارفاخال بصراحه كارفاخال ابن النادي يعني هو واخد الجبهه دي عليه. ما انت بص ارنولد كان في الليفر، كان هو ابن مدينه ليفربول وابن النادي، كان كده بيلعب اساسي. ما كانش متخيل انه ممكن يقعد دكه فجاه. في الريال ما هو قعد لكارفاخال، ما هو هنا في منافسه مع كارفاخال لسه راجع وهيلعب. ارنولد الخوف منه على حته المستوى الدفاعي، لكن هو يعني نوعا ما بيرجع برضه يغطي، يعني بيرجع شويه بيغطي. فارنولد على المستوى الهجومي هو هيفيد ان هو يلعب عرضيات لفينيسيوس او مبابي، مع الجناح اللي قدامه مثلا تونو اللي بيلعب على ابراهيم دياز اعتقد، بس عشان لسه ما قابلش ماتشات اللي هي تقيله. ماشي، بس لا يعني في اللي انت لعبتهم انت يعني والله في شكل يعني. بس عايز اقول لك على حاجه برضه، انت بتبتدي تتخلص شويه من عشوائيه انشيلوتي. يعني عايز اقول لك على حاجه. ايه رايكم في ان تشابي الونسو مخلي الرجل الاول بالنسبه له هو اردا جولر؟ مش مفيش غيره. معلش نص من ناحيه بقى النقطه اللي انا عايز افهمها منك انت، يعني ما فيش غيره. مين هيلعب الدور؟ مين هيلعب ايه؟ مين هيلعب الدور ده؟ وانا لا وجهه نظري في الموضوع، بس يعني خلينا في الموضوع ده بس الاول. مين هيلعب الدور ده؟ هو انت لعبت في ماتش كبير ما ينفعش تلعب بيه. انت ده برضه ما ينفعش يلعب. ما هو انا شايف نقطه اللي انت كنت تضحي يعني معلش هو توني كروس. طيب ينفع تضحي بتوني كروس ومودريتش في فترتين انتقالتين ورا بعض. انا شايفها لا، ما كنتش تعملها دي. توني كروس اعتزل انا فاهم، بس توني كروس عادي كان ممكن يفضل سنه كمان عادي. بس هو انت برضه انت عندك النقطه دي، انت ما عندكش اتنين زي دول خالص، ومش هيجي زيهم كده يعني. مش هيجي واحد زي توني كروس، ممكن زي مودريتش. توني كروس كان هو اللي بيقوم لك بالحته. المشكله ان هو اصلا ريال مدريد عنده واحد زي توني كروس. لا مش زي صراحه توني كروس حد زيه. كنت اعتقد اسمه ايه ده ينفع يلعبها. اسمه ايه ده؟ سيبايوس ارنولد. طب هو ارنولد برضه هيديك حل. لا هو حل. لا هو حل انه مثلا ايه زي ما قلت كوره طويله كده، انما مثلا يظبط رتم الماتش لا. فعشان كده بقول ليه مثلا رودريجو ما لعبش نص ملعب. رودريجو نص ملعب ان هو كده ما لعبش على اليمين، وفي مستنتون وواجبه الدفاعي ودفاعيا كويس احسن من البشوات اللي قدام، وككوره كويس جدا جدا. المهم انت كنت عايز تسال سؤال ايه هو؟ ما هو ده ماشي والله ليه رودريجو ما لعبش نص ملعب؟ ما عنديش وجهه نظر بصراحه. هتيجي على رودريجو ماشي يعني. والمشكله اصلا انت بلينجهام لما يرجع هتعمل معاه ايه؟ هو هتلاقي يلعب بقى جنب هو واردا جولر. هل بلينجهام بقى اللي هيمسك نص الملعب هيمسك بنسبه كبيره؟ لا هيظبط الريتم يعني لما يبقى. ما اتوقعش. ما مش هي بلينجهام مش عارف يقوم. مين هيعمل؟ يا جدعان انا كنت بحب سيبايوس جدا، مش عارف هو سيبايوس يا جدعان لاعب كوره حريف جدا، ده يقدر يفك لك تكتل. فاهم؟ الفرق الاسبانيه فرق رخمه، هي الكره الاسبانيه تقيله حرفيا. ماشي، ما هي الكره الاسبانيه في العموم ما فيهاش مساحات. انت بتلعب كأنك عادي بتلعب زي الدوري المصري يعني ينزل لك. يا عم انت بتقارن يا عم لا انا بقول لك كتشبيه، ما بقولكش ان هنا زي هنا. معلش فاهم وجهه نظرك، فاهم وجهه نظرك. والله يعني مجمل صفقات ريال مدريد انا شايف ان هي هتبقى مفيده شويه لالونسو على كذا حاجه، يعني على مستوى التكتيكي، على مستوى ان انت بتجيب حلول. يعني واحد زي ماستنتونو ده انت ما عندكش واحد بيلعب بالشمال في الحته دي بعد 20 سنه. بس اقول لك على حاجه، انا لسه برضه يعني شبه ريال مدريد زي اليونايتد،
لسه عايزه وقت، ما كده لسه عايزه سنتين 3 على الاقل. انت كنت قاعد مع انشيلوتي تيكي اللي كان بيعمله، معلش في قهر بس. فانت معلش هتيجي بعد ما ابتديت تعمل حاجه وابتديت نوعا ما يبقى ليك شكيه كده، مش متوقع نجاح من اول موسم ولا من تاني موسم. انا بقول لك من اول موسم، يعني انا بقول لك هو محتاج في سنتين 3 برضه نفس. فماشي احنا بس بدا يبقى فيه يعني اللعيبه بدات تشم نفسها شويه من العشوائيه. يعني واحد زي فينيسيوس ما كانش بيرجع يضغط، كان هو معتمد ان هو انا اللاعب، انا بلد الكره هتجيلي واقف باشا، ما فيش من امي 2 الكره هتجيله ولا ابدا اتعامل. في ماتش مايوركا كان بيروح يضغط على اللعيب ويرجع يدافع. معلش يعني بقى في سيستم، معلش سيبنا اتكلم، بقى في سيستم شغال. معلش يعني فينيسيوس تتفق او تختلف معاه، كان في وقت من الاوقات كان هو احسن واحد في الحته دي. بدا يتعولق وما اعرفش ايه، وبدا يعمل الضفيره ومش عارف ايه، وجماهير فالنسيا وقرد والموز وهنعمل لك مش عارف ايه الكره الشاطئيه والحاجات دي ما علينا يعني. بس لا مع الونسو بدا ان في نوعا ما بقى في بدا يضغط، بدا امبابي يوجه. شفته؟ انت ما شفتش يعني؟ بدا يوجه، يقول ماستنتونو هتضغط انت، ارنولد هيطلع. بقى في وعي شويه. امبابي بقى احسن في راس الحربه من السنه اللي فاتت او من بدايتها، بدا يشتغل اكتر وياخد وضعه ويتاقلم على الحته دي ويتصرف صح عن السنه اللي فاتت. فلا يعني بقى في شغل شويه كده. مش هننجح من اول موسم، ممكن تاني موسم نوعا ما يبدا في تنجو ثمار، بس مش برضو اللي انت النجاح الفشيخ اللي انت هتبقى مستنيه يعني. بس لا مجملا انا مبسوط بقى كده. معلش كفايه بقى، احسن من كده. معلش يعني هويسن وكاريراس دول ما اتدربوش مع انشيلوتي الحمد لله، فهتلاقيهم لامعين شويه. ايه يعني واحد انا مبهور ايه ده، مش مشكله. سيبك من يا عم على قضيه اختصار. والله ما بهزر، والله العظيم متهم في قضيه اختصار. فكرني بهزر يعني. راح والله متهم في قضيه اختصار. يعني ايه؟ مش مهم مونتاج معلش. فلا انا مبسوط بريال مدريد الصراحه، بصفقات بقى في شويه نوعا ما حاجات بتحصل، فاهم؟ رضا الحمد لله. بس لسه عايز اسالكم قبل ما ننهي اسبانيا، ايه رايكم في لامين يامال؟ ماله؟ طول ما هو مش مركز في الملعب مش هينجح. على راي كابتن محمد علي، قال لك هو بيحاول بس ما فيش. لا هو بيحاول بس فيه يا جدعان. انا حاسه اللي هو سنه سنتين هيختفي. مش هيختفي، وهيكون لعيب طبيعي عادي جدا، ما بيعملش غير الطبيعي. علشان انا حاسه ماشي هيروح في سكه، فاهم؟ السكه بقى اللي هي سكه وهو بادئ بيروحها اصلا. طب ما يعني انت ممكن تقول ان هو كان واخد اكبر من حجمه مثلا؟ دايما بياخد اي لعيب في الدنيا بياخد اكبر من حجمه بيتفرع. هو ايا كان برضه هو عايش الدور بالمعنى الحرفي. وما سالت حد برضه في العموم ده عن يقول له ما طبيعي يعيش الدور. ما فيش واحد بيتشبه الدور. ما طبيعي يعيش الدور. اللي بيعمله ده يعيش الدور ويعيش الدور زياده كمان. لا وده مش ميسي ماشي ولا مش ده. لا مش ده. يا بعيدا عن بدري عامل موسم كويس تمام جدا، بس بعيدا عن بدري ده مش ميسي يا جدعان. ده مش اللاعب اللي هو ياخد لك 9 لعيبه 10 لعيبه يخش لك بقى الجون ويعدي الجون. على قد ياخد 3 بس. هو مش هيعمل حاجه تاني. هو مش ميسي، هو حريف. يا جدعان عايز اقول لك على حاجه. انا بشبه تشبيه بجد، تشبيه غريب والناس هتضحك يا عم. بس انا حرفيا لامين يامال ده بيفكرني بانتوني. بقى بيلف حوالين نفسه يعني انتوني عنده القدره ان هو يعدي من 2 لعيبه ويلعب كورته في البعيده ويعمل لك بيلف بمكنه صيني عند رايت الكورنر وكده بالظبط. هو ده نفس لامين يامال. طبعا لامين يامال عمل موسم اللي فات، عمل موسم قوي لدرجه لا تتخيل. براند على سنه هو بيعمل نفس براند تمام. بس هل هو هيكمل كده؟ ما متوقعش. لو من ضمن اللعيبه اللي هو هيروح في حته. انا خاصه من ضمن اللعيبه اللي هي هتقعد 3 4 5 سنين على يوصل 22 سنه وخلاص. لو خد كره ذهبيه واحده، يعني لو لامين يامال في ال5 سنين الجايين دول حقق كره ذهبيه مش هيكمل بنفس الطريقه. مش نفسه حقق كل حاجه وخلاص. وبالنسبه كبيره اصلا اسبانيا اللي هتاخد كاس العالم 2026 ان شاء الله. الارجنتين ان شاء الله لا برضه.
طمع قوي كده، انت كده طماع. لا والله الارجنتين من بعد ماتش البرازيل اللي فات تفكر الارجنتين يعني مستريح. المهم يعني ده نبقى نرجع لها في وقتها ان شاء الله. دي وجهه نظري في موضوع لامين يامال. عايز حاجه تاني في اسبانيا يا كابتن محمد؟ مش عايز حاجه تاني؟ لا مش عايز حاجه. تحب تشكر في حاجه؟ عايز شويه موز من الجماعه عندنا في فالنسيا، عايز شويه سوبرتين. عايز تدي واحده بدري يستحق البالون دور؟ ده كده كده مش محتاج تتقال اصلا. ماشي يا عم، نقفل صفحه اسبانيا، نخش على بقى ايه؟ طبق المش بتاع الحلقه دي. اقفل يا ابني البتاع ده ويلا بينا على منتخب مصر. عندنا ماتش اثيوبيا يوم الجمعه الجايه الساعه 10. مش انت كنت تقريبا عايز تروح ضد مصر صح؟ نروح مدرجات الجماعه تبع اثيوبيا. والله ما بهزر. شوالين بن ده 50 جنيه. والله ما بهزر. تجربه برضه يا جماعه، انا عايز اشوفها. انا كان نفسي ماتش بوركينا ده يكون في استاد القاهره. يا عم لا مش مشكله، هو هيبقى هناك. المهم بس نرجع نروح شجعنا. بس اقول لك على حاجه، احنا يعني الواحد لا قدر الله عمل ماتش وحش قدام بوركينا، هو الحسم يكون كده في القاهره. ده كده فانا بنسبه تتخطى يعني انت على 100% هتحك هناك في التعادل. يعني هتحكها لازم. بس انت النقطه لو اتجملت جدا بقى، جيبوتي كسبت بوركينا تعادل، يا نهار ابيض، كده فرق 7 نقط خلاص مش هنضطر بقى الماتش القاهره. لو نعمل اغنيه جديده بعد شهادنا كاس العالم الدنيا الحلم هيتحقق. رابع مره على التوالي. على التوالي رابع مره في التاريخ، احنا شفنا منهم مرتين. فكده حقيقي احنا جيل مختلف. طب ماشي معلش، هنبدا بمنتخب مصر. القايمه مالها؟ معلش يعني القايمه بس عشان واحد بس جبتوا يا ولاد حراسه المرمى بس معلش. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلاوي. 4 حراس مفيش مشكله. ماشي، محمد الشناوي بدا يلعب، شوبير لعب شويه وقعد، خده. محمد صبحي مأدي كويس. عبد العزيز البلاوي الصراحه ما شفتوش ويمكن يكون ادى كويس. خط الدفاع بقى نبدا بقى هنا في نقطه بس يعني عايز اتكلمكم فيها في نقطه حراسه المرمى. اتفضل. هو عامر فين؟ ما دخلش فيهم. ما هو ايوه فعلا المحله اللي طلع كلين شيت اول 4 ماتشات في الدوري. السرع لعب عالم. ده فجر خلاص جاب 3 جون في الاسماعيلي. يعني كلمتين بجد والله. فين عامر؟ ما انت بص، ما انت لو هتقول لي هو تقريبا فرقتين في الدوري المصري ما دخلش فيهم ولا كوره لحد دلوقتي. المحله وغالبا في يا طلائع الجيش. طلائع الجيش خسرت من الاسماعيلي 1-0. ما انا بقول لك المهم يعني انا فاكرينه اللي في اثنين حراس. هو انت لو هتسال عجونه تقريبا. هو بص، انت لو هتتكلم على فين ده وفين ده احنا لسه في بلاوي. معلش، نقطه عامر ان هو ما دخلش في الجول، كان ممكن يخش مكان الملعوطي او مصطفى شوبير او حد من الشناوي يعني عادي، مش ما فيهاش حاجه. أيوه. لكن انت برضه دي مصطفى شوبير محمد الشناوي النادي الاهلي. طب انت لو كنت هتاخد واحد كنت هتاخد مين؟ واحد من الاثنين. الشناوي الاساسي مش اكتر. الشناوي هو الاساسي. ماشي، هو لعب ماتشين. شوبير كويس. يا جدعان بص نقطه في حراسه المرمى دي. الحضري في المنتخب حد عنده 45 سنه. الحضري ده الحضري صد ضربه جزاء. دول مش الحضري. المهم يعني احنا بنتكلم في النقطه دي. خش على خط الدفاع مثلا. معلش، خط الدفاع رامي ربيعه مع العيال الاماراتي انا ما اعرفش هو مأدي ايه، ممكن يكون هو كان مصاب اصلا. دي نقطه برضو انا مش عارف هو خده ايه. خالد صبحي ماشي، عمرو الجزار تمام، حسام عبد المجيد بعد الماتش اللي عمله بتاع وادي دجله حرفيا المفروض يقعد اصلا بس مع الغلطات اللي عملها. ماشي. محمد ربيعه الصراحه مش عارف، ما شفتوش. محمد هاني، احمد عيد، محمد حمدي، احمد نبيل كوكا. معلش يعني جات عليك يعني انت واخد دول ليه؟ لا انت واخد كوكا ليه؟ انت ما عندكش باك يمين عدل في مصر غير علي فوزي بتاع مودرن، ما خدتهاش ليه؟ واحد زي ده هو احسن باك يمين مصري بقاله كذا سنه اصلا، بس عشان كان بيلعب في ام بي وادي راح مودرن ما كانش عليه الاضواء قوي، كل الاضواء على محمد هاني، احمد عيد. اللي ضايق في الحوار ان هو حتى علي فوزي ما اتاخدش في نقطه ولا منتخب مصر اول ولا منتخب محليين اللي هو رايح كاس العالم. حلمي طولان، كابتن حلمي طولان. معلش يعني علي فوزي باك يمين جامد جدا يعني، معلش ما اتاخدش ليه؟ انت واخد القيمه على اساس برضه اهلي وزمالك وبيراميدز. في لعيبه في وادي دجله برضه، في لعيبه جامده يعني. محمد عبد العاطي ده في نص ايه؟ ما اتاخدش ليه؟ انت كابتن بويمو. فانت عندك برضه في علامات استفهام في خط الدفاع. علي فوزي ما اتاخدش فيه. هو احمد نبيل كوكا اتاخد ليه اصلا؟ هو اصلا بينزل دكه ما بيعملش حاجه يعني، بينزل على الدكه وما بيعملش حاجه. ماشي. نص الملعب حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطيه اللي بقاله اصلا كذا شهر في المستشفى
هو كان بيتاهل في المستشفى، ما بيلعبش يعني بناء عليه خدته. طب انت خدت حمدي فتحي ونبيل عماد دونجا وفي محمود صبري ومهند لاشين، انت عندك دونجا يعني ما خدش محمد شحاته ليه؟ ما هي دي نقطه، انت واخد مروان عطيه ليه؟ معلش. طب ما كده بقى كنت تاخد امام عاشور مثلا. ما لو هنتكلم بقى كنت تاخده فعلا. واخد تريزيجيه ليه؟ لا يا عم تريزيجيه، بص انا صلاح تريزيجيه في المنتخب بيعمل ده اول ما يشوف صلاح جنبه بيتالق في الحاجات دي. ماشي مش مشكله. على فكره اصلا في يعني ياسين مرعي كان هيخش القائمه غير اللي هو الاصابه. عندك في محمد عبد المنعم، يعني في نقطه المنتخب في لو في 6 لعيبه 7 لعيبه هم ضامنين مركزهم اصلا. عندك ياسين مرعي وعندك ياسين مرعي وعندك رمضان صبحي اتحط برضه في طب ما ثانيه مصطفى فتحي ما خدش الونش ليه في الدفاع؟ ما مش بتاخد محليين، ما خدش ابراهيم عادل. ابراهيم عادل موجود كان انت لو تستنى كان سيد حكمه. كان عندك مروان عطيه، دي برضو دي علامه 3 علامات استفهام معلش. محمود صابر تمام، مهند لاشين تمام، خط وسط بيراميدز تمام، زيزو ماشي، تريزيجيه على فكره زيزو احسن لاعب في الاهلي. ايوه ماشي، احسن الوحشين على الاقل. ايوه ما هو احسن الوحشين. تريزيجيه على الاقل الصراحه قد ما يروحش، بس هو ماشي يمكن من كباتن الفرقه وبتاع ماشي. ابراهيم عادل كده كده، عمر مرموش ماشي، صلاح تمام، مصطفى محمد واسامه فيصل ما فيش خلاف في الهجوم. لكن انت اللعب في خط الدفاع وخط الوسط ليه؟ في نقطه بقى يا عم برضه عايز اكلمك قراتها وانا كده. اسال يا اللاعب بتاع هيثم اسمه هيثم حسن هو بتاع هو اللي طولان طلبه ان هو يجي، قال له لا، قال له انا ما بتدربش غير في المنتخب خالص. يعني عنده 22 سنه بيلعب في ريال اوفيدو وينج يمين بديل لصلاح. في نقطه انت عندك صلاح فيها اصلا، في بديل انت ما جبتوش ليه؟ احنا اصلا بنحاول نلاقي اي لاعب يجي محترف على الاقل. حسام حسن غريب بيختار، بس هرجع واقول لكم لما احمد خالد ارجع اقول لكم نقطه. حسام حسن عنده مهمه، وصلنا كاس العالم هيترحل مش هيكمل. لا هو انا سمعت ان هو التارجت اللي محطوط له الفوز افريقيا، حتى مش مركز تاني، حتى مش مركز تاني، الفوز تاخدها. انا بالنسبه لي ده نقطه عشان هو ما ينفعش ده يكمل معانا بصراحه يعني حسام حسن ما ينفعش يكمل مع المنتخب لو هيفضل بنفس القرف اللي هو في اختياره لاي لعيب في مصر للدرجه دي. لا ما يكملش. طب هقول لك على حاجه، لو صعدنا كاس عالم حسام حسن يمشي ويجيب حد يخش افريقيا على اساس ان هي بقت مهمه صعبه يعني. لا مش مهمه صعبه، مش مهمه صعبه، ده اتسهلت لك بس انت ما بتصعدش. انت بتيجي في اللحظات اللي زي دي الفريق بيقلب تمام بالمعنى الحرفي، الفريق بيبقى وحش فاهم يعني. انت ممكن ماتش اسيوي تلاقي خسرته في ارضك عادي متوقع عادي، وبوركينا فاسو تكسب 9-0 مثلا جيبوتي مثلا. نلغي شكرة القدم اهي دي النقطه، دي اسوء سيناريوهات. زي قلت زيمبابوي دي اللي هي حصل، انت كسبان وخلاص انت صعدت اصلا، عادوا لك الماتش تعادلت ما رحتش. زي ماتش الجزائر، زي ماتش الجزائر. احنا دوله غريبه، احنا منتخب غريب، ما ينفعش يبقى في الكوره عندنا اصلا حرفيا. معلش يعني احنا اخرنا كره السله حلوه قوي، او اليد احنا حلوين برضه في اليد. اليد جميله، اهلي والزمالك كوماندوز، سبورتنج اتحاد في الباسكت اليوبيس. فهنتكلم كره يد المره الجايه ان شاء الله. فان شاء الله في ماتش اثيوبيا، الماتش ده على الورق انت تكسب، تنزل تكسب 3 نقط معاك كده بسم الله الرحمن الرحيم، تخش على ماتش بوركينا تحكها في تعادل والحسم في القاهره، الا بقى لو زي ما قلت جيبوتي عملت الهايلمان وعملت فجاه كده ونطرت بوركينا. وعامه هيبقى فاهم، انت عندك 16 نقطه دلوقتي، بوركينا 11، اثيوبيا 6 تقريبا. اثيوبيا في فرقه عندها 8. استنى سيراليون تقريبا عندها 8. استناني هقول لك انا معايا الترتيب، ثواني واحده. ترتيب عندك مصر 16 نقطة، بوركينا 11، سيراليون 8، اثيوبيا 6، غينيا بيساو 6، جيبوتي 1. انت النقطة اللي وقعت غينيا بيساو دي، لو كنت زمانك كده كان زمانك 18 نقطة، كان زمانك تكسب جيبوتي. هو احنا كده بنحب نعمل سيناريوهات سسبنس. انا الحمد لله منتخب بلدي سعيد مرتاح. الارجنتين سعيد، منتخب الارجنتين الحمد لله سعيدنا. يا عم فاموس فاموس. يلا والتاني لا بلاش بمكانيك احنا عندي نحسنه حارب مالك شفاعي.
هي دي اللي نحسانه، انت مش هتصدقني ليه؟ فخلاص يعني. هو توقف افريقيا امتى؟ شهر 12 شهر 12 11. 12 هو كاس العرب اصلا هيبدا في 11 تقريبا، وبعديها على طول افريقيا شهر 12. حلو، الليله الشتويه. عايز اقول لك على حاجه، ان كاس العرب ده جميل قوي، يكون في قطر بقى قطر الثاني. يا سلام. اي عامه قطر لما اي حاجه. انا فاكر البطوله اللي فاتت، او جون احمد رفعت الله يرحمه. احمد رفعت الله يرحمه. عامه وعمرو السوليه الجون اللي جابه فينا في ماتش تونس ده 94 عالمي، ملك الباص السعيد حرفيا. اي حاجه بقى في صراحه حاجه ماتشات مصر مع الاردن، الماتش كان جامد قوي. 3-1 تقريبا. 3-1. عمر محمد داوود تقريبا، او احمد داوود اللي هو اللي نزل. وفي محمد شريف جاب جون. محمد شريف جاب جون. ومروان حمدي جاب جون. مروان حمدي. ماتش السودان مروان حامد مش عارف زي مؤلف. ماتش السودان اللي احنا كسبناه 6 تقريبا، لما قطع علينا الميه بعد الماتش. جون احمد رفعت الله يرحمه. الله يرحمه والله كان جامد. فعايزين تقولوا حاجه ثانيه؟ ان شاء الله نصعد كاس العالم كفايه لحد كده، وان شاء الله افريقيا يعني زي ما تيجي بقى، خدناها ما خدناش مش فارقه يعني، كده كده متعودين يعني. فبس سيدي، لو انت مكمل معانا لغايه دلوقتي في البودكاست انت راجل جدع، راجل زي الفل. بس يبقى اللايك والفولو والاشتراك والحاجات دي، وتحيه برضو لهيما الحاضر الغائب معانا. فعايز تقول حاجه يا منتج؟ مش عايز تقول حاجه تاني خلاص؟ انا اكتفيت بالكلام عن اليونايتد يا عم اللي انت شايفه يعني. اشوفكم بقى ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، والسلام عليكم.